السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. طبعا لي فترة ما نزلت أي فيديو أو أي شرح، فمعليش ظروفي صعبة والله. فإن شاء الله لأن حاليا ما أمتلك أي جهاز أندرويد ولا أقدر أنزل شروحات. فاليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح أشرح بشكل سريع عن طريقة تحديث اللي هو الوصول التحديث 4.4 الكيت كات لبعض الأجهزة اللي هو السامسونج والال جي وحتى يمكن اتش تي سي وسوني، فما عندك أي مشكلة. فأنا حطيت الشرح هذا لأن كثير ناس واصلهم التحديث بس مو عارفين يحدثونه، والطريقة جدا جدا سهلة ما تحتاج شيء. طيب، راح اشرح طريقة بشكل سريع، والشرح مثل ما قلت راح يكون صور، فان شاء الله تستفيدون وكونوا معنا. الطريقة الأولى اللي هي تكون من الجهاز نفسه. الطريقة جدا سهلة، يعني تروح للضبط أول شيء، بعدها تروح حول الجهاز أو حول الهاتف وراح تحقق من تحديثات الهاتف، وإذا إنجليزي اللي هو setting about phone check for update. فراح إذا جهازك وصل التحديث راح تحصل التحديث، ما عليك إلا تضغط وراح يحدث لك إن شاء الله. إذا ما وصل التحديث فما لك إلا تنتظر، لأن بعض الأجهزة إلى الآن ما وصل التحديث، مثل الجي تو نزلوا في الشرق الأوسط، فمو الكل قاعد يحدث، قاعد يمشون على طابور أو شيء كذا معين. فهذه الطريقة الأولى طريقة سهلة مثل ما قلت، اللي هي من خلال الجهاز نفسه مثل ما أنتم شايفين بالصورة. فالطريقة ما يحتاج لها شرح، فأنا ما أدري ليش البعض مو عارفها، معناتها شغلة بسيطة، فإن شاء الله هذه الطريقة الأولى تنفع معاكم. طيب، الطريقة الثانية اللي هي من خلال السوفت وير اللي مخصصته الشركة لجهازك. مثلا عندك سامسونج عندهم سامسونج كيز، عندك ال جي عندهم ال جي بي سي سويت، عندك الاتش تي سي عندهم اتش تي سي سينك. السوني والله ما افتكر شنو اللي عندهم لان ما قدمت لك جهاز سوني، لكن عموما البرنامج هذا وظيفته ان تقدر تسوي مزامنة لجهازك، صور، ملفات، جهات اتصال، والاهم من هذا كله انك تقدر تحدث جهازك الى التحديث، الى اخر تحديث. طبعا الطريقة هذه لازم جهازك يكون ما عليه روت ولا عليه ريكفري، يعني مو لاعب في الجهاز، لانك لو لاعب فيه ما راح يتعرف على جهازك نهائيا، البرنامج يصير وجودك عدمه، ما له فايدة. فلازم يكون جهازك ما عليه روت ولا عليه ريكفري ولا انت معدل فيه شيء، فراح يتعرف على طول. مجرد ما تشبك اليو اس بي من الكمبيوتر الى جوالك وتفتح البرنامج، راح يدور لك التعاريف الدرايفز حقه. بعد ما يحمل الدرايفز حقته ويضبطها كلها، راح تحصل تشيك فور ابديت او فريم وير ابجريد اذا على سامسونج كيز او غيرها من البرامج. المهم ان الكلمه كذا راح تكون، يعني ان تحقق من تحديث او تشيك فور ابديت او كذا. فما عليك الا تضغط، اذا حصلتها راح تقبل بالشروط، تحط اكسبت موافق او شيء كذا موافق، ويحمل لك التحديث. بعد ما يحمل راح الطريقه المعتاده اللي هو راح يسوي ريستارت وكذا ويحدث لك اياها. هذه الطريقه الثانيه تنفع لاغلب الاجهزه اللي واصلها التحديث، يعني جهازك ما وصل التحديث ما راح تتمكن من هذه الطريقه، لان الان مثل ما قرينا في المواقع التقنيه وكذا ان ال جي نزل التحديث 4.4 اللي هو نظام الكيت كات لاجهزتها اللي هو ال جي جي 2، بس مو الكل قاعد يوصل التحديث، فحاطين لاين او طابور شيء كذا، في شوي يوصل ناس معينين او منطقة معينة يوصلها التحديث. فانت اذا ما حصلت التحديث بحالتك هذه تنتظر شوي، الله يعطيك العافية، ولين ما يوصلك التحديث. هذه بالنسبة للطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة اليدوية، اللي تركب روم على جهازك يكون يحمل الإصدار اللي هو 4.4 روم كامل تركبه على جهازك. الطريقة سبق شرحتها في شرح في قناتي اللي هو تحديث 3 طرق للحصول على تحديث 4.3، راح تحصلونها موجودة، راح أحط لكم رابطها. هذه الطريقة تكون بشكل يدوي، مثل سامسونج عندهم برنامج الأودن، ال جي عندهم ال جي موبايل سبورت أو شيء كذا، فتقدر تثبت فيه رومات كاملة من خلال الريكفري او كذا. فطريقة صعبة شوي معقدة، لو عندي جوال كان شرحت لكم اياه، لكن مثل ما قلت والله ما عندي اي جوال نظام اندرويد الا جوال جالكسي ميني مدوج، فما وصله تحديث ولا شيء، اخر تحديث جنجر بيد اللي عليه. عموما الطريقة الثالثة ان شاء الله بس امتلك جوال راح اسويها باذن الله عن قريب. لكن الطريقتين هذه الاولى والثانية هذه طريقة سهلة وشرحتها للناس المبتدئين في الاندرويد او اللي مو متعمقين حيل يبون التحديث، لان في اسئله كثيره بتويتر حرام نازل له تحديث بس مو عارف يحدث. هو شغله جدا بسيطه.
فأتمنى إن شاء الله أن استفدتوا بهذا الشرح، ومعليش عاد قصير سامحوني، وبإذن الله إن شاء الله القادم أجمل بإذن الله، وإن شاء الله نشوفكم على خير. لا تنسونا لايك وسبسكرايب، وأيضا أسئلة واستفسارات راسلوني على الكومنت أو على حسابي في تويتر اللي هو سعودي فورتك، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم بإذن الله. وفي الختام سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.